مرحبا بكم في نتائج مباريات اليوم. البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز. نوتنغهام فورست يواصل إسقاط كبار البريمير ليج، وهذه المرة جاء دور مانشستر يونايتد الذي أسقطه ب3 أهداف مقابل هدفين على ملعب الأولد ترافورد. وعاد مانشستر سيتي إلى نتائجه السلبية بعد تعادله أمام مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدفين، وفاز استون فيلا على ضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف، كما فاز برينتفورد على ضيفه نيوكاسل يونايتد ب4 أهداف مقابل هدفين. أما في الدوري الإسباني، ريال مدريد يقبل هدية برشلونة بعد تعادله أمام ريال بيتيس بهدفين لهدفين، حيث فاز النادي الملكي على جيرونا بثلاثية نظيفة ليقلص الفارق إلى نقطتين مع برشلونة في سبورة الترتيب مع مباراة مؤجلة لريال مدريد. وفاز رايو فايكانو على مضيفه فالنسيا بهدف نظيف، كما فاز لاس بالماس على ضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف وحيد. أما في الدوري الإيطالي، يوفنتوس يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدفين، وفاز روما على ضيفه ليتشي ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. وانتهت مباراة جنوا وضيفه تورينو بدون أهداف. أما في الدوري الفرنسي، فاز موناكو على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين، كما فاز نيس على ضيفه لوافر بهدفين مقابل هدف وحيد، وفاز ليون خارج ميدانه على أنجي بثلاثية نظيفة. أما في الدوري الألماني، فاز ليفركوزن على ضيفه سانت باولي بهدفين مقابل هدف وحيد، وفاز بايرن ميونخ على ضيفه هايندهايم ب4 أهداف مقابل هدفين، وتعادل أنتريخت فرانكفورت على أرضه أمام أوكسبورغ بهدفين لهدفين، وفاز فيرت بريمن على مضيفه بوخوم بهدف نظيف، كما فاز لايبزيغ على مضيفه هولشتاينغيل بهدفين نظيفين. وانتهت مباراة بروسيا مونشنغلادباخ أمام ضيفه بروسيا دورتموند بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. أما في الدوري السعودي، الهلال يواصل الضغط على المتصدر الاتحاد بعد فوزه على الرائد ب3 أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتفاق على الخليج بهدفين مقابل هدف وحيد، كما فاز الأهلي على التعاون ب4 أهداف مقابل هدفين. أما في الدوري المغربي، تعادل أولمبيك أسفي مع ضيفه حسنية أكادير بدون أهداف. وفي مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، الجيش الملكي يحقق تعادلا بطعم الهزيمة أمام ضيفه ماميلودي سانداونز بهدف لمثله. وبنفس النتيجة تعادل الرجاء الرياضي خارج ميدانه أمام مانيما يونيون، كما تعادل الأهلي خارج ميدانه أيضا أمام أورلاندو بيراتس بدون أهداف. وفاز شباب بلوزداد خارج ميدانه على استاد أبيجان بهدف نظيف، كما فاز مولودية الجزائر على ضيفه يانغ أفريكانز بهدفين نظيفين.